وحش بشري. بالك سمعت بها السيد الوزير اليوم جاك الخبر عليها هذه. تكلمنا في الاسبوع الماضي على الطفوله تاعنا اولادنا كيف نحموا اولادنا. اليوم هذه صفحه من صفحات التواصل الاجتماعي وبالتحريات هذه الصفحه فقط، يعني ما كاش اللي يبلغ هذه الجريمه، ما كاش اولياء اللي يبلغوا على الجرائم هذه تاع التعدي على الاشخاص، على الابناء، على اولادنا. هذا وحش بشري في وهران متعدي على 40 قاصر اليوم. 40 قاصر. هذه آفة اخواني، يعني انا على ناكد السيد الوزير في تعديل هذا القانون هذا حماية، بس كي نقولوا السيد حماية الطفل، حماية الطفل من ماذا؟ من الولي تاعه. انا نقول لك حاجه السيد الوزير، هذا الولي الامر اللي ما راش يبلغ على هذا الطفل وعلى هذه الجريمه هذا هو مجرم. هذه الام اللي ما تبلغش وما تروحش تقول واش راه في ولدي هي المجرمه. انا اليوم سقسيت الشيخ فارس اللي راه هنا، قلت له السي فارس فهمني هذه لا حياء في الدين، انت شيخ وفهمني. قال لي قال الفقهاء لا حياء في الدين، ويقصدون بذلك لا حياء في تعلم الاحكام الشرعيه حتى لا يكون الحياء ذريعه لعدم التعلم، وهنا نقولوا لعدم التبليغ عن هذه الجريمه. هذا هو لا حياء في الدين. واش السيد الوزير واش ننتظر من هذه 40 القضيه هذه؟ السيد الوزير انا اطلبك والله تابعها شخصيا ويكون تنوير للراي العام على مستوى ولايه وهران. هذه يا جماعه هذه قضيه كبيره، قضيه راي عام. على هذا السيد الوزير انا نقول لك تابعنا شخصيا، ولازم السيد وكيل الجمهوريه المختص اقليميا ينور الراي العام على كل حال في البحث. باسكو شوف كي تقرا نقرا لك واش قال السيد هذا اليوم في الصفحه تاعه. هذه صفحه معروفه عندنا على مستوى وهران، واش يقول باش يكون في علمكم عدد الضحايا اللي تكلمت عليه اللي هو قريب 40 ضحيه. هذه المعلومه جبتها انا بالتحريه التوعي، ولا توجد شكاوي لهؤلاء الضحايا، باش تكون الامور واضحه وما نقولوش كيفاش وصل 40 والدوله ما تحركش. الدوله كي تحرك، الدوله تحرك بينا احنا وبالشعب. الدوله كيش نبنوها؟ ما نبنوهاش احنا النواب وحدنا والحكومه، نبنوها بالشعب. هذا لازم يكون الوعي عندنا. وهذه الافه انا كي هذه نظره استشرافيه لان نشوفوا المستقبل تاعنا. هذا ال 40 قاصر اللي تعدى عليه هذا الوحش هذا اليوم، كيش غادي تكون هذه من بعد؟ غادي تكون في 80 وغادي تكون في 120 وغادي تكون. لهذا السيد الوزير انا ما نقول لك هذه امانه حطيناها عندك. تفعيل الاعدام السيد الوزير، تفعيل جريمه الاعدام، تفعيل عقوبه الاعدام. الاعدام والله لا قريب هذه العباده خاوتي. لهذا الله غالب انا واش راني نقول لك اليوم، راني محرحل على اولادنا، هذا الشباب، هذا الجيل تاع المستقبل. لان كي نهضروا على المخدرات نهضروا على كل الافات اللي توشي الشباب تاعنا. سيد الوزير انا نقول لك الله يقدرك، وحنا رانا معاك في هذه القضيه. سيد الوزير بما انك انا على بالك نهضرك باسكو كنت وزير التضامن ونعرف باش تحسي معنا في هذا الامر هذا، وحنا كنواب الشعب واش نوصلوا هذه رساله وهذه ثقه الشعب يعطاها لنا. شكرا السيد النائب المحترم.